السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني، انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم كل يوم وصفة. ان شاء الله عملنا تورتايه سهلة وبسيطة بدون فرن ومش مكلفة خالص. 2 باكو بسكوت عملنا احلى تورتايه تبسطي بيها الولاد ومش مكلفة. ممكن بس شوية شوكولاتة مبشورين على الوش لو مش موجود عندك اي حاجة من دي. ان شاء الله اسهل واسرع تورتايه دي ازاي مع بعض. مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. شايفين ما شاء الله كده اول طبقه زي ما احنا شايفين مع بعض طبقه البسكوت. لازم أن يبقى معانا صينيه زي دي بتتفتح من الجنب عشان تطلع معانا بسهوله. بسم الله. اول حاجه هرص البسكوت في الارضيه وكده. بعد ما خلصنا اول طبقه زي ما احنا شايفين مع بعض هنركنها لما نعمل تاني طبقه ان شاء الله. معانا هنا التاني طبقه بسم الله. معلقه نشا ومعلقتين دقيق، وهنا نص كوبايه سكر، وهنا معانا 3 كوبايات لبن. بسم الله. هنقلبهم كده الاول مع بعض على البارد وبعدين نرفعهم على النار. رفعناه على النار وهنفضل نقلب فيه كده، وما ينفعش هو على النار تسيبيه عشان ما يعملش كده. وكده بقت جاهزه معانا زي ما احنا شايفين. اما تقلت معانا زي المهلبيه ننزل بمعلقه زبده بسم الله ورشه فانيليا ونقلبهم كده مع بعض. بسم الله. نقلبهم بس لما الزبده تسيح مع الخليط وبعدين نشيلهم. بسم الله. وصبينا الخليط على البسكوت، بس براحه وانت بتصبي عشان البسكوت ما يقعش ويفضل بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وهنسيبه يبرد 10 دقايق وبعدين نعمل الطبقه التانية مع بعض ان شاء الله. هي المكونات زي الطبقه التانية بس بنحوش منها الكاكاو. نص كوبايه سكر بسم الله، 3 معالق نشا كبار، معلقتين دقيق كبار، 3 كوبايات لبن. بسم الله. وهنقلبهم برضو كلهم كده الاول على البارد وبعدين نرفعهم على النار. ورفعناها على النار وهنفضل نقلب. وزي ما احنا شايفين كده خلاص الخليط بقى جاهز معانا. بسم الله. ننزل برشة فانيليا بسم الله ومعلقة زبدة. بعد ما الخليط بقى جاهز معانا بسم الله هننزل بيه على القالب. بسم الله بس بالراحة كده. بسم الله. اخر طبقة معلقتين كبار كاكاو بسم الله، ومعلقتين كبار نشا، و3 معالق سكر. ونقلبهم بس كده مع بعض تقليبه خفيفة. بسم الله. وهننزل عليهم بكوباية ونص مية. بسم الله. وكده بعد ما قلبناها نروح مع بعض ونحطها. وكده برضو حطيناها على النار وهنفضل نقلب لحد ما يسخن شويه. هنقوم نازلين، هننزل بالشوكولاته وهنقلب بقى الشوكولاته كويس وما نسيبهاش. وهنا كده بعد ما الشوكولاته سخنت معانا زي ما احنا شايفين كده بسم الله هننزل بمعلقه كبيره زبده برضو. الخليط بقى جاهز معانا. بسم الله. خلي بالك برضو لانه هو سخن. بسم الله. تحاولي توزعيه بالراحه كده. وكده بعد ما خلصنا سوينا الخليط كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنسيبها تبرد ونحطها في التلاجة. ممكن تحطها 3 4 ساعات، بس انا دلوقتي بالليل هسيبها لتاني يوم الصبح ونشوفها مع بعض ان شاء الله تاني يوم الصبح. احنا شايفين دي التورتيه بتاعتنا بعد ما حطيناها في التلاجة ليلة كاملة. ممكن تسيبها 3 ساعات بس. ودلوقتي هنزوقها اي ذوق انت حباه. انا معايا هنا شوية شوكولات شيبس، معانا الشوكولاتة الالوان دي، ومعانا كريم شانتيه. بسم الله. وزي ما احنا شايفين كده مع بعض بعد ما زوقناها تزوقها اي ذوق انت حباه. ما عندكيش هي خلاص هي كده تورتيه ما شاء الله جميل واسهل واسرع تورتيه. وهنقدمها دلوقتي مع بعض ان شاء الله. بسم الله. ولازم أن تكون صينيه من اللي بتتفتح من الجنب ده عشان تبقى بتطلع معاكي بسهوله. بسم الله. شايفين كده ما شاء الله تورتيه سهله وسريعه تفرحي بها الولاد ما بتتكلفش اي حاجه ما شاء الله. بسم الله.
شايفين ما شاء الله، اسهل واسرع واحلى تورته نعملها مع بعض ان شاء الله. وممكن لو ما عندكيش الزيوه دي برضو ممكن تحطي شوكولاته بيضه مبشور. شايفين ما شاء الله الجمال. ولو لسه ما عملتوش متابعه اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد.